يواصل تألق ريان قولي. كان شارك أمام نادي بريستون في الشامبيونشيب، الآن يعتبر واحد من أحسن اللاعبين في هذا الدوري. إن واصل هذا المنوال سيكون بكل تأكيد أحسن لاعب في الشامبيونشيب في نهاية الموسم. نتمنى أن يواصل في هذا المنوال وأن يتطور أكثر، ونتمنى أن نشاهده في المنتخب الوطني الجزائري قريبا، لأنه كلاعب تقريبا متكامل، فارع القامة، قوي جدا بدنيا، سريع جدا، مهاري من الطراز الرفيع، يسجل بالقدمين، قدم قوية جدا، تسديدات، مراوغات، يعني لاعب ما شاء الله. قل لي، هذا الموسم في الشامبيونشيب 4 مباريات أساسي، سجل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، نتائج أو إحصائيات محترمة جدا. إضافة إلى الإمكانيات التقنية والبدنية للاعب الذي ذكرها محمد لامين بن شبير الآن، ضف إلى ذلك المنحنى التصاعدي الذي عليه اللاعب من حيث الإحصائيات. هنا جيدا أنه تبقى حتى وإن لم تكن بالقاعدة الثابتة، تبقى الإحصائيات والأرقام مهمة جدا، خاصة بالنسبة للاعب شاب مثل لاعب قولي. للأمانة كنت بالأمس عملت بحث على ريان قولي في مواقع التواصل، عاود خرج لي فيديو كان بعثت لنا محمد تقريبا منذ 4 سنوات، بعث لنا فيديو خاص حصري للحصة القناة الهداف، كان تكلم فيها عن الرغبه الملحه تاعو باش يجي للجزائر، باش يشوفوه، باش يجي يلعب هنا في الجزائر. قال اني نتمنى انهم يشوفوني نجي نلعب في الفرق السنيه. الان اصبحت احصائياته وارقامه سبحان الله. شوف، هي التي تشفع له. نعم، عامين 3 سنين 4 سنوات، بعد 4 سنوات راه نقول لي الان في المنتخب الوطني الجزائري لاقل من 20 سنه تقريبا، هو اهم لاعب في صفوف المنتخب، ويتحول رويدا الى اهم لاعب في صفوف ناديه كوينز بارك رينجرز. نتمنى ان شاء الله ان نشوفه في صفوف المنتخب الوطني الجزائري في القريب العاجل. انا من الناس اللي نحب التشبيب، نحب نشاهد لاعبين كيما مازا، كيما قولي، كيما شياخه، كيما ايت نوري، حجام، كلهم لاعبين شباب. نتمنى نشوفهم الان، لانه اردنا ان نبصم على مشاركه تاريخيه في كاس العالم المقبله اذا تاهلنا بحول الله تعالى، فيجب علينا بناء منتخب قوي من الآن، يعتمد في نواته على شباب جائع يريد أن يتألق وأن يبصم على مشاركة كبيرة مع المنتخب الوطني الجزائري في أمريكا وكندا والمكسيك.